العقد اللي جاي لحضرتك بكره من مجلس السيد ممدوح عباس، هل انت هو مش مجلس السيد ممدوح عباس، هو من السيد ممدوح عباس. انت معترض على انت على اعتبار ان المجلس كان رافض العقد، فانت عايز توضح انه ممدوح عباس بس. ممدوح عباس بس عشان ما حدش ياخد الشو يعني. بس ممدوح عباس بس. ده قصدك؟ لا، قصدي هو جاي من ممدوح عباس. في ناس ساهمت ان هو يجي. مين اللي كان مساهم؟ عمرو الجنايني مثلا؟ عمرو الجنايني، مدحت الشاذلي، يعني في ناس كتير من محبي نادي الزمالك كانت مساهمه في ان العقد يجي. اتفضل كده. العقد اللي جاي بكره ده جاي عشان يعتمد، ولا جاي عشان تبقى هو صوره من العقد الجديد اللي هيتعمل، ولا جاي عشان ايه؟ جاي عشان احنا نعرف نشوف ايه الاتفاق اللي كان تمم بحذافيره بتفاصيله يعني هتاخدوا العقد ده كوبي اساس للتفاوض طبعا. يعني انتوا جايبين العقد ده عشان تتفاوضوا، والعقد ده اصبح غير قانوني خلاص؟ ليه غير قانوني؟ ما اعرفش. انا ما اعرفش ايه التوقيعات اللي على العقد. هو موقع ممدوح عباس وموقع شيكابالا، يوقع مين يعني؟ مش يمكن ممدوح عباس مش موقع؟ طب هنفترض مش موقع، خلاص يبقى ما فيش الا توقيع شيكابالا. طب ما المستشار جلال ابراهيم لو وقع قدامه خلاص اصبح بس هو نقطه برضه، انت ما تضحكش على الناس، انت ما تستغلش حد. وبعدين ده انت ما اقصدش استغلال، ما هو معمول برغبه من شيكابالا يعني باتفاق. خلاص اوكي، يبقى لو شيكابالا ابدى رغبته على استمراريه هذا العقد وموافق عليه يبتدي نوقعه تاني. طب لو كان بتوقيع السيد ممدوح عباس يبقى العقد ده لا قيمه له. لا قيمه له طبعا. طب ليه لا قيمه له؟ لانه كان المفروض يتسجل في خلال شهر من توقيع العقد، والتسجيل ما تمش. بس انت عارف ان هو بدون توقيع ممدوح عباس. انا قلت لما اشوف العقد. عينيك بتقول كده. انت قلت مش هتضحك، انت قلت هتقول الصدق. طب انا اقول لك الكرسي ده خد بالك. لا، الكرسي الحقيقه كرسي الاعتراف. الكرسي ده فيه خد بالك زي قرون استشعار، في حاجات كده. يوسف وهبي يقعد. الكرسي ده بيخلي الناس تقول الصدق. فانت لا انا بقول استاذ شبانه، خد بالك انا ما قلتش هحلفك القسم قبل. يا استاذ يا محمد يا شبانه، انت اكتر الناس تعلم ان انا ما بقولش غير الصدق. تمام، انا عشرة عمر طبعا معاك عشرة عمر. تمام. اذا العقد غير موقع، خلينا نقول الصدق غير موقع من السيد ممدوح عباس لما اشوفه. بس اتقال لك كده؟ سمعت. اتقال لك؟ سمعت. ما سمعت من اللي عاملين الديل، ما دول اللي عاملين العقد. معلش، لما يتقال لي يبقى انا ايه؟ يبقى انت خلاص بتشوف بعينك فترتاح. بس لا، مش لما يتقال لي يبقى انا ايه؟ سمعت. تمام. تمام. سمعت. انت سمعت انه مش موقع من السيد ممدوح عباس. سمعت. حلو. طب هو مش موقع من السيد ممدوح عباس، مجرد ان المستشار جلال ابراهيم يوقع عليه اصبح عقد فاعل، اقصد من الناحيه القانونيه مع اتحاد الكوره. انا ما بتعاملش، هي اصل شيكابالا ده ابن نادي الزمالك. ما اقصدش يعني، اقصد قانونا في حاله ان العقد موقع من شيكابالا وثم يوقع عليه المستشار جلال ابراهيم، هل هذا العقد يصبح فاعل من الناحيه القانونيه مع اتحاد الكوره؟ اذا ما كانش مترخ يبقى فاعل. اذا ما كانش مترخ يبقى فاعل، مفيش مشكله قانونا. انتوا عشان كده بقى. انما هو بص بقى، بقول لك يا دكتور، انت تقدر انت عشان كده تلاعب لعيب عندك غصب عنه؟ لا طبعا. بس وبعدين شيكابالا ده عشان كده انا شخصيا في بطنكم بطيخه صيفي عشان كده. ايه؟ انا شخصيا يعني انا شخصيا خلاص بحب شيكابالا جدا. هو ابن من ابناء نادي الزمالك، اتربى في نادي الزمالك، وانا اعلم مدى عشقه لنادي الزمالك. طب جاوبني بصراحه. اتفضل. بصراحه انت ما جبتش شيكابالا او قلت؟ انا ما قابلتش شيكابالا لغايه ساعتنا يا زين. طب ما جالكش؟ مش انت عايز الصراحه؟ طب ما جالكش؟ انا لم اقابل شيكابالا ولا كلمته في التليفون من ساعه ما رجعت من الكاميرون. طب ما قالش ابراهيم حسن يا جماعه العقد اللي عند ممدوح عباس لما يجي هو شيكابالا كده كده موافق عليه، هاتوه امضوا له خلاص وخلص القصه دي؟ ما قاليش انا. امال قال لي مين؟ ما اعرفش. ما قاليش. ما وصلكش الكلام ده؟ لا ما وصلنيش، انما انا بقول لك مؤكد ان قبل ما يحصل اي تصرف في هذا العقد لازم يكون شيكابالا موجود وراضي تماما على اي حاجه تتعمل في هذا العقد. قبل ما يوقع المستشار جلال ابراهيم عليه يعني؟ قبل اي تصرف يتم في هذا العقد لازم يكون شيكابالا موجود وموافق على اي حاجه احنا طب افرض ما وافقش نعملها، نتكلم معاه. يعني قال لكم انا لا انا عايز اكتر. شيكابالا مش بعيد عننا، شيكابالا ابننا ومش بعيد عننا، وحبه لنادي الزمالك لا يزايد عليه.
انتمائه لنادي الزمالك عامل زي اي واحد من اللي بيقعدوا في المدرجات. خلاص. فشيكابالا مش بعيد عننا. وشيكابالا بس ساعد لاعب زي شيكابالا وقيمته وتاثيره الفني ممكن يكون مطمع لانديه حتى داخليه، مطمع للاهلي، للمصري، للاسماعيلي. ما اختلفتش. طب يعني 1 يوليو من حقه التوقيع، يعني يقدر اي 1 يوليو يقدر اي مسؤول في اي نادي. ومين قال لك ان احنا هنسيبه لغايه 1/7 يعني مش ممكن شيكابالا هيتساب، مش موقع عقد تجديده لغايه 1/7. طب انت الموضوع ده هيتقفل امتى؟ الموضوع ده هيتقفل امتى؟ خلال الاسبوع الجاي اللي احنا فيه ده نهايته يعني، ولا الاسبوع الجاي؟ احنا في النهارده ايه؟ الحد. لا الا بعد هيكون اغلق، لان الفرقه مسافره يوم الثلاث رايحه تلعب في السعوديه. تمام، هيكون الموضوع ده اغلق تماما ان شاء الله. تمام. وان شاء الله وارجو واتعشم ان انا الموضوع لما ينتهي بتجديد عقد شيكابالا في نادي الزمالك. ده انت شايفه على راس اولويات المجلس الحالي؟ على الاقل هو على راس اولويات كل الزمالكاويه. انما مش مهم حسن، مش مهم حسن مصطفى، مش مهم هاني سعيد. نعم. لا طبعا، وهاني سعيد وحسن مصطفى. اصل هاني سعيد وحسن مصطفى ليهم دور جوه الفرقه، ودور مش قليل، ولازم يتحافظ عليهم. اتقال انه لهم طلبات مبالغ فيها، فعشان كده وقفتوا الكلام. ما اعتقدش ان هي مبالغ فيها، يعني مش كل شيء قبل التفاوض، ما فيش حاجه. وانت برضو لما بتيجي تطلب ولا بتقعد مع لعيب، ما انت في رقم بيروح ورقم بيجي ورقم بيروح ورقم بيجي، وفي الاخر بتوصل لرقم يعني زي ما بيقولوا يرضي جميع الاطراف. طب انت كعضو مجلس اداره او الجهاز الفني في تقريراته اللي بتجي لكم، يعني تقاريره عفوا، الاولويات رتبها لي. يعني حسن مصطفى لازم يجدد مثلا، لازم هاني سعيد ممكن يجدد ما جددش. الكوره طالب تجديد الثلاثه، فاحنا لازم نتكلم في الثلاثه. لازم هو طالب التجديد ليهم، ان شاء الله هنجدد لهم الثلاثه ان شاء الله. بس بدأت تطلع كلام كده ان هاني سعيد ممكن ما يجددش، يعني ممكن الزمالك حتى عشان ما بيلعبوش اساسي. لا، والجهاز الفني طلب ان هو يبقى موجود، لازم هيجدد. يعني ايه لو؟ ما هو مفترض طلب او لا دلوقتي. ايوه، ما هو طلب، فاحنا ابتدينا نتبحث. ابتدت اللجنه اتكلمت معاه. خلاص. ماشي. بناء، ما هو احنا اي لعيب بنجيبه او بنجدد له ده بناء على طلب من الجهاز الفني. احمد غانم خلاص ماشي؟ ما وردش حاجه خالص. قالوا ان هو هيروح المقصه بعد نهايه الموسم الحالي. ما وردش، ما جالناش حاجه كمجلس الحقيقه. ولا جه عرض. ما تنساش ان انا بقالي 3 اسابيع ورجعت من ال3 اسابيع دول دخلنا على عيد وشم النسيم، كل سنه وانت طيب، وانت ما عدتش عليا كمان. لا عدت عليك وبعت لك مسج. بجد صحيح؟ لا، بعت مسج بس. ما هي نفس المكالمه دي بربع جنيه ودي بربع جنيه. الايام يعني كانت لا، اصل لو اتكلمت هنقعد نرغي شويه، فممكن تاخد لها جنيه ولا حاجه. جنيه ولا حاجه. يعني انا ما يعني كنت بعيد عن النادي لغايه يوم الاربعاء اللي فات. فيعني لسه بقى لما تخش جوه النادي تبتدي الدنيا كلها تتلم. طب انت حضرتك قلت لي خلال الاسبوع الجاي هيغلق موضوع شيكابالا خلاص ان شاء الله. طب حسن مصطفى امتى يغلق؟ الاسبوع اللي جاي برضه بعد ما يرجعوا من السعوديه. هاني سعيد الاسبوع اللي جاي. الثلاثه الاسبوع الجاي. الثلاثه لازم نوصل لاتفاق. بس في مقدمات لازم تدفع للثلاثه. ما هو مش بنوصل لاتفاق. هو يعني هل الزمالك يعني خزان لا، وانت ليه بتقول في مقدمات لازم تدفع؟ طب ما انت ممكن تمضي مع لعيب وتدفع له بعدين. انت ليه؟ ما انا ما حاجه قلت مش معنى فتح الله، ما فتح الله ما مضاش الا لما خد الظروف. الدنيا كانت غير الدنيا. ولا فتح الله اهم؟ لا مش اهم، الدنيا كانت ولا هتدوا شيكابالا وحسن وهاني يتاجلوا. البلد كانت غير البلد، الظروف كانت غير الظروف. بس بمنتهى البساطه. خزينه الزمالك خاويه حاليا تماما الى حد ما. الاهرام مفترض هيبعت لكم فعلا في 1 يونيو 1/5 1/5 ولا لا 1/5 يعني اليومين دول ومفروض ما النهارده 1/5. ما هو احنا اجازه النهارده، عيد عمال كل سنه وانت طيب يعني. فيبقى الدنيا واقفه، وهم يعني ما بيدفعوش بواحد يعني على طول كده، يعني مش يعني كام الرقم مثلا؟
بالتالي في 2 مليون او حاجه هم المفروض يجوا 2 ونص. ده فقط الدخل اللي جاي للزمالك الفتره الجايه دي. لا وبعدين احنا داخلين بقى على 1/6 بقى مع التسديد الاشتراك. اتحاد الكره امهلكم النهارده اخر مهله اللجنه السباعيه عفوا، اذا ما يعني لازم توافقوا على نسب البث الفضائي، مهله اخيره. والله اتحاد الكوره يعني مع احترامي وتقديري للجنه السباعيه، انما هي ارست قاعده انا بشوفها ان هي يعني زي ما بيقولوا ايه غريبه على توزيع. يعني انا اقول لك انا هدي فلوس للانديه اللي بعدد مرات حصولها على الدوري من يوم ما اتعمل. يعني ايه وانا بتكلم في موسم 2008 قصدي 2009 2010 انت عايز ترجعني تقول لي اللي كسب من 50 سنه انا هديله من الفلوس دي؟ يعني مبدا يعني ما انتوا وافقتوا على الكلام ده؟ كان لا احنا ما وافقناش، احنا ما وافقناش وبعتنا للاتحاد الكوره بالمقترح بتاعنا ونفس المقترح ما اتاخدش بيه واللجنه السباعيه ماشيه على المجلس المقترح القومي للرياضه وكل الكلام ده. طب هو خلاص هم حطوا الوقت المقترح بتاعهم وعندكم مهله لغايه بكره بالليل. بكره بالليل او النهارده بالليل عفوا. لما النهارده بالليل انا معاك ما عرفتش ايه اللي حصل. هتعملوا ايه؟ ما انا قاعد معاك بقالي بتاع 3-4 ساعات. هل ده تهديد لنادي الزمالك مثلا؟ بمثابه تهديد لنادي الزمالك؟ تهديد ليه؟ يوم ما احنا مش هنوافق احنا هنطلع نفسنا بره ونبيع احنا. يعني ما حتى لو الدخل هيقل، انما احنا لينا حق لازم ناخده. عندي يعني مش عندي، انت صاحب حق، وما دام انت صاحب حق لازم تدافع عنه. الموضوع مش موضوع عندي. الموضوع ده معمول عشان خاطر النادي الاهلي تحديدا؟ لا مش عشان النادي الاهلي تحديدا. لا مش انتوا رفضكم، اقصد موضوع النسب دي اللي هو بالتاريخ والكلام ده. ما هو انت بالتاريخ تبقى انت عامله عشان النادي الاهلي. ما هو يعني انت ايه اللي جاي ترجع لتاريخ الدوري ابتدى من هسألك سؤال ورد عليا بصراحه. ابتدى من سنه 48 مش كده؟ كابتن حسن حمدي هو اللي متحكم في اللجنه السباعيه بصراحه. اسال طارق غنيم هو اللي بيحضر. ما انت برضه عضو مجلس اداره واكيد بتبقى في تقارير في مجلس الاداره وبيطلعوا. هو بيجي لنا موافق على بيجيبوا لنا مقترحاتهم. انا ما بحضرش المناقشات. يعني رؤيتك للموضوع كده مؤكد انه ليه كلمه واحده. هو ليه الكلمه الاولى؟ لا ما اقدرش اقول ليه كلمه اولى، انما مؤكد ان رايه ليه احترامه. مؤكد. وبرضه ما تنساش ان كابتن حسن حمدي مع تقديري واحترامي ليه هو برضه بيهمه مصلحه الاهلي في المقام الاول، وده شيء طبيعي.